السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم مراد أكرم من موقع اي سكيورتي. يا شباب، بعد ما نصبنا العفو تحملنا التوزيع وحرقناها على فلاش ميموري، اليوم الدرس الثالث تنصيب التوزيع أساسي على الجهاز وتقسيم البارتيشنات. طيب، بعد ما طبعا الخطوة اللي أهم اللي إنه أنت عندك لازم يكون انترنت بلوتوث أو وايرلس. طيب، ان طبعا على اسم الراوتر MEHP نتورك، طبعا كأنك على الراوتر. طيب كأنك على الانترنت، بس نتأكد انه اكو انترنت او لا. نفتح متصفح فايرفوكس. طيب حلو، مثل فيس موجود انترنت وتصفح كلش راقي. اوكي، بعد نجي على الانستل بلاك بوكس لينكس. انتظر شوي. طيب، هاي الواجهة الرسومية طبعا لإعدادات التنصيب. طبعا اللي حاب ينصب طبعا اللغة العربية بس للتنصيب، طبعا هذه الواجهة الرسومية. طيب ندوس كونتينيو. طبعا راح اخليها اللغة الافتراضية اللي هي انجليزي. طبعا هنا أنا يأتي دور الانترنت بالداونلود ابديت والانستول سوفت وير. طبعا لو ما عندك انترنت، طيب لو جرب نفس الانترنت ما راح يظهر لك هذا الخيار اللي هو الداونلود ابديت. بعد الاتصال بالانترنت راح يظهر لك هذا الداونلود ابديت. طبعا راح اعلم على الخيار داونلود ابديت والخيار سوفت وير. طيب ندوس كونتينيو. طبعا ملاحظة بعد نأتي هنا الخيارات التنصيب، مراحل التنصيب. طبعا بس حاب انوه انه بعد الحرق الفلاش على فلاش ميموري او يصبع USB لازم يكون عندك ضابط اعدادات الاقلاع حتى تقلع معك التوزيعة. طبعا تضبط اعدادات الاقلاع، ما راح تقلع من CD او تقلع من CD او تحرق التوزيع على CD او فلاش ميموري او اصبع USB. طبعا راح يكون بس ضبط الاعدادات. راح تدوس F10. طبعا حسب كل نوع جهاز F10 او F12 راح تدخل على الاعدادات. بعد دخول الاعدادات راح تروح على options boot. راح تضبط الاعدادات محاول الاقلاع USB. طيب خلونا نرجع لموضوعنا اللي هو تنصيب التوزيع. طبعا الخيار الاول هنا راح يقول لك طبعا نصب البلاك بوكس كنت اساسي، بس راح انصبها هسه اساسي. طبعا امسح البارتيشنات السابقة وانصبها من جديد. هنا الاول خيار يقول لك اخلي لك بصف البلاك بوكس، يعني جنب البلاك بوكس اللي قديمة، فانا ما راح اختار هذا الخيار. هنا الخيار الثاني راح يقول لك انا راح انصب لك التوزيع كامل على البارتيشنات واقسم لك واكمل التوزيع. انا ما راح اختار هذا الخيار، راح اختار اللي هو التقسيم اليدوي. ندوس كونتينيو. نمسح البارتيشنات الموجودة. ندوس ديليت. طيب بعد ما تأكدنا مسح البارتيشنات ندوس على هذا الخيار راح ينزل البارتيشن. طيب ندوس ادت. راح نخلي للهوم طبعا 5400. ندوس من هنا نختار من قائمة هوم، خلي الملفات XT4 وندوس اوكي. ندوس ادت. البارتيشن نزل. راح نختار السواب اريا، راح اختار 4500 العفو 6500 راح نضغط هنا
نختار سلاش، وراح نختار من الملفات الفايل سيستم. طبعا راح اختار سواب اريا وراح ادوس اوكي. بعد نزول البارتيشن الجديد راح اوفى الرقم كما هو، بس راح اختار من هنا سلاش وراح اختار اوكي. طيب ندوس انستل ناو. طيب هنا المسكن طبعا بغداد اللي هو هنا بالخارطة، راح اختار كونتينيو عفوا كما هو. يا شباب من هنا اللي راح يختار طبعا اللغة العربية، لغة الكيبورد، يقول لك كيبورد يورد اللغة. طبعا اللي ما راح يحب يختار اللغة العربية او ما راح يختار اللغة العربية، طبعا ما راح تنزل اللغة العربية، راح تنزل اللغة انجليزي بس افتراضي. فانا انصح باختيار اللغة العربية بمراحل التنصيب. طبعا عربك تدوس عربك وتدوس كونتينيو، الخيار كما هو تدوس كونتينيو. راح تختار طبعا راح تنزل اللغة عربي وانجليزي. هنا يقول وير يو ار، طبعا هل تحب تخلي باسورد ويوزر نيم للجهاز؟ طبعا انا ما راح اخلي، طبعا العفو راح اخلي هنا باسورد ويوزر نيم للجهاز. طبعا انت ما حاب تخلي، طبعا راح تدوس هنا وتواصل كونتينيو وتعلم على هذا الخيار وراح تدوس كونتينيو. طيب انا ما راح اخلي باسورد ويوزر نيم للجهاز، راح اختار اليوزر مراد والباسورد. نعيد كتابة الباسورد. طبعا بعد اختيار اليوزر نيم والباسورد راح ندوس على كونتينيو، مواصلة او متابعة. طيب بعد ما طبعا هذا الخيار يقول لك تختار صورة، طبعا التقاط صورة من الكام. انا ما راح اختار صورة، راح ادوس على كونتينيو. وبهذا الشكل طبعا كملنا اعدادات التنصيب، اعدادات تنصيب التوزيع. بعد ان شاء الله بعد ما يكمل ما راح يكمل التنصيب، طبعا راح يتراوح من ربع ساعة الى 15 دقيقة او 20 دقيقة، فراح مراحل التنصيب. فبعد ما يكمل راح يظهر لك خيارين، الخيار اللي هو ريستارت، طبعا راح تدوس ريستارت ناو. راح بعد ترسيت الجهاز، راح اول ما تفتح عندك صورة الاقلاع، طبعا اول ما راح تقلع التوزيعة راح تشيل الفلاش او الاصبع USB. بعد هذا راح يكون ان شاء الله الدرس القادم، العفو راح يكون التوزيعة تقلع معك طبيعي. وان شاء الله اي مشاكل خلوها بالديسكربشن، وانا راح اتلقي طلباتكم ان شاء الله، او على موقع سكيورتي طبعا هاكر موجود تحت بالوصف. خلوا اسئلتكم واستفساراتكم فانا راح ارد عليكم ان شاء الله. بعد ما تكمل التحميل راح تدوس ريستارت اعيد. اول ما راح تكمل التوزيعة التحميل راح تدوس ريستارت. اول ما راح تدوس ريستارت راح يعيد الاقلاع. طبعا اول ما راح تظهر امامك شاشة الترحيب راح تشيل اصبع USB، وبهذا يكون تنصيبنا هذه التوزيعة. طبعا انتظرونا الدروس القادمة من تحديث التوزيعة، وان شاء الله الدرس القادم راح تشوفوها. تقبلوا تحياتي اخوكم مراد هاكر من موقع اي سكيورتي.